الفضول في بداية العلاقة واحد الحاجة اللي طبيعية وبريئة، كتخليك تقرب وتفحص وتسول بلا ما تعطي القلب ديالك الحق في الرد. كتعيش اللحظة كاكتشاف ماشي كمصير. ولكن التعلق هو واحد المرض كيركبك بزاف الفضول، كيبدا تا هو بسؤال ولكن السؤال كيولي مسألة كبيرة، كتحتاج لتفاصيل وصوت وحضور، ما كتبقاش كاع تطمئن باي جواب. باش توصل لهاد المرحله عرف باللي راه الفضول مات وتولد عندك التعلق، ما بقيتيش فضولي ولكن وليتي مربوط. وهاد الرابطه ديالك مشكلتك احلى، ماشي بحال الفضول كيرضى غير بالقليل، هادي كتبقى تحفر وتبغي تملك وتبغي تخليك تامن بشي حاجه عمرها ما كانت ديالك، وكتلقى راسك كتحاول تثبت فيها من الفوق. وهنا فين كيتخربقوا لك النوامر، كتولي تفسر السكوات كاهمال والرد كاهتمام والصمت كجرح، واخا يكون الطرف الاخر ما على بالو بوالو كتبقى انت ديما مشخوش راسك. لهذا خاصك ترد البال وتفهم باللي التعلق راه ماشي حب وماشي اعجاب، امر طبيعي غيخليك ديما عطشان بلا معنى وخايف بلا وعي. كتولي حاضر الاشارات ديالها باش تفرح وتعيش الحياه، كتولي في العوض ما تسول شنو، كتسول فينا هي وعلاش وشحال ومع من. وهنا ما كتبقاش عارف واش انت كتعيش اللحظه ولا كتسنى رده فعل ولا كتكتشف ولا خايف تخسر ولا شنو كتخور. خاصك تكون واعي بشنو كدير، حيت هذا المرض كيتخبى في حب الاكتشاف، كيبدا يغلف لك الرغبه في المعرفه بوهم الاهتمام، وملي كتبغي تفيق منه كتلقى راسك مرهون بشي حاجه ما بقاش عندك فيها اختيار ولكن ما قادش تفلت منها. واخا ما تبغيش تعترف راك مشيتي بعيد، وحتى انت براسك ما عارفش وقتاش خرجتي من الباب ديال الفضول، لان الخروج ديالك ما كانش بالصوت وما كانش بلحظه، ولكن كان بتراكم ديال مشاعر صغيره ما عطيتيهاش الاهتمام الكافي وشدات فكنت كتضحك. في الاخر راك كتلقى راسك كتقلب على شي حاجه ما عارفش واش باغيها ولا غير خايف تفقدها ولا شنو طاري. وهذه هي لحظه الصدمه اللي كتوريك الفرق بين الرغبه الحره والتعلق اللي كيجي بالتفلق. تفلق حيتاش كتبني احكام على راسك من ردود الافعال ماشي ديالك، كتنسى في هاد الطريق باللي راه القيمه ديالك ما خاصهاش طرف اخر يحرك. خلاصه الفضول راه كيبنيك وكيخليك تطور، ولكن التعلق كيهدمك وكيخليك تحاول تشرح الهدم على انه بناء. واخا كلشي يبان لك ضبابي راه كاين ديما ضو وسط هاد التيه، فملي تشدك العاطفه وتلقى راسك وسط هاد الضبابه، الادراك ديالك هو الضوء الوحيد اللي غيقيديك. ديما سول راسك انا فين وعلى شنو كنقلب، ماشي باش تهرب ولكن باش تفيق، لان العلاقه اللي كتبداها بوعي كتعرفها فين غادا. اما التعلق غير كيهزك وكيخبطك في واحد الحفره، ملي كطيح ما كتلقاش تا راسك. فحافظ على العمق ديالك وحط كل حاجه في بلاصتها الصحيحه.